بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي، مع درس جديد من دروس الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات. النهاردة هناخد لغة جديدة اسمها لغة HTML أو بنسميها Hypertext Markup Language. اللغة دي بفايدتها إن هي إنشاء صفحات المعلومات الثابتة اللي هي Static Web Page. تمام؟ عشان أعمل صفحة static بستخدم لغة ال HTML. لو أنا عايز أخلي الصفحة دي دايناميك هضيف لكود ال HTML يا إما كود ال PHP أو كود الجافا سكريبت عشان أحول الصفحة من static إلى إيه؟ إلى دايناميك. طيب أنا عايز أكتب كود ال HTML وأتعلمها. أنا محتاج إيه البرامج اللي أنا محتاجها؟ محتاج أول برنامج اللي هو برنامج محرر نصوص تكست إديتور. تمام؟ ممكن تستخدم برنامج النوت باد الموجود في الجهاز عندك، يعني انت في برنامج اسمه النوت باد او الوورد. تمام؟ دول ينفعوا ان انت تكتب جواهم كود ال HTML. تمام؟ سواء كان النوت باد او الوورد. وفي برامج افضل من كده اللي هي زي برنامج فيجوال ستوديو كود اللي انا بستخدمه، وهسيب لك رابط تحميل هذا البرنامج اسفل الفيديو. فيجوال ستوديو كود بيسهل لك ان انت تكتب كود ل HTML بسهولة. تمام؟ طيب ده البرنامج اللي بكتب فيه الكود. طيب انا هعرض الكود او هشغل الكود ده ازاي؟ هشغله عن طريق البراوزر اللي هو جوجل كروم او فايرفوكس او انترنت اكسبلورر اللي انا بفتح منه مواقع الانترنت. هو ده اللي انا بجرب فيه الكود ده، يعني بنفذ الكود داخل مين؟ داخل البراوزر اللي هو جوجل كروم او فايرفوكس او انترنت اكسبلورر، هو اللي بجرب فيه ايه؟ الكود بتاعي بعد ما بخلصه. طيب انت بعد ما بتخلص الكود بتاع ال HTML بتسيفه. تمام؟ بتسيف الملف بامتداد ايه؟ لازم امتداد يا اما HTML او HTML. تمام؟ لازم يتسيف بهذا الامتداد. انت بتسمي الملف باي اسم، بس اهم حاجه يبقى ايه؟ .html. تمام؟ عشان يشتغل معاك. طيب انا هبدا الكود ازاي؟ بص كده، اول حاجه ببدا الامر بتاعي HTML. أول أمر اللي هو بداية الكود HTML بيتحط ما بين حاجة اسمها تاج. التاج اللي هو علامة أقل منه وأكبر منه. تمام؟ طيب الكود ليه أوبن، ده الأوبن بتاع الكود الأمر، وده الكلوز بتاع الأمر. يبقى ليه فتح وليه قفل. تمام؟ القفل اللي هي علامة الباك سلاش بضيفها على هذا الكود. خلاص؟ كده بدأنا كود ال HTML بالأمر HTML. بعد كده صفحة ال HTML بتتكون من head وبادي، رأس وجسم. head، ادي الهيد. تمام؟ وزي ما اتعودنا ان احنا ليه open وليه close، ادي فتحة الهيد وادي قفلة الهيد. تمام؟ ليه head وليه ايه؟ وليه بادي. تمام؟ الصفحة ليها head وليها بادي، رأس وايه؟ وجسم. طيب انا لما اجي عايز اعمل عنوان للصفحه احطه في الهيد ولا احطه في البادي؟ طبعا بالبديهي كده المفروض انا احط العنوان بيتحط في الهيد في راس الصفحه. العنوان اسمه ايه؟ تايتل. تايتل. تمام؟ اهو كده انا هعمل عنوان للصفحه بتاعتي. طيب جوه التايتل هحط العنوان بتاعي وليكن هسميه سكول. تمام؟ جميل جدا. حلو. انا هسيف اهو، فايل سيف. انا طبعا مسيف الملف باسم مين؟ school.html. بص كده، فايل سيف از اهي، سيفته school.html عشان يشتغل معايا وحطيته على الديسكتوب. تمام؟ اهو ادي الملف واقول له ايه؟ سيف. جميل جدا. يس ماشي. جميل جدا. بعدين فتحت الملف اللي هو school.html اهو في البراوزر بهذا الشكل. طيب هنعمل ريفريش، هنسيف الصفحة ونعمل ريفريش اهو ونجرب. فايل سيف ونشوف التأثير. ريفريش. هتلاحظ فوق هنا في التايتل، التايتل اتغير الى كلمة سكول. تمام؟ طيب انا لو غيرت وخليت مثلا العنوان ويلكم، تمام، وسيفت، هشوف سيف. اجي اعمل ريفرش هنا في البراوزر هتلاحظ اتغيرت كلمة سكول وبقت ايه؟ كلمة ويلكم، على حسب ما انا كاتب فين في التايتل. حلو جدا. جميل جدا. دي اول حاجة.
طيب جوه البادي انا بكتب محتوى الصفحه بتاعي. يعني مثلا ممكن اكتب بالعربي اهو: مرحبا بكم اعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي. تمام. هسيف. أنا كتبت فين يا جماعة؟ جوه البادي اللي هو محتوى الصفحة. أجي أعمل هنا ريفرش، هتلاحظ كلمة إيه؟ مرحبا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثاني الإعدادي اتكتبت. صح كده؟ يبقى أي حاجة بكتبها جوه البادي جوه جسم الصفحة هتظهر هنا. جميل جدا. طيب دي أول حاجة. إيه تاني؟ إحنا ممكن إيه مثلا نشيل الكلام ده وهنكتب جوه البادي مثلا welcome in أسوان. جميل الجملة دي، وهقول فايل سيف وأجي أعمل ريفرش، هتلاحظ كلمة إيه؟ welcome in أسوان اتكتبت. حلو خالص. طيب أنا عايز الكلمة دي بخط سميك بولد، يبقى أنا هقول له إيه هنا؟ هكتب كده بي اختصار كلمة إيه؟ بولد. هتلاحظ فيه قفل وفيه إيه؟ غلق. طيب اكس، واجي هنا طبعا اخلي الجملة دي اللي هي جملة ويلكم ان اسوان ما بين فتحة البي وقفلة البي عشان اخلي الخط ايه؟ سميك. واقول له فايل سيف واعمل هنا ريفرش، هتلاحظوا ان الخط بيه ايه؟ سميك، يعني ايه؟ بولد. تمام. طيب لا انا عايز كمان اخلي الخط ده مائل. تمام. اعمل ايه؟ نفس الكلام، هحط كده اخليه ايتاليك اي اهي. تمام. نفس الكلام، لازم الجملة اللي انا عايز اعمل عليها التأثير تتحط ما بين ايه؟ فتحة الايتاليك وغلق الايتاليك بهذا الشكل. اروح اعمل فايل سيف واقول له هنا ريفرش، هتلاحظوا الخط بايه؟ مائل. تمام. طيب انا عايز اخلي الخط ده اندرلاين، يعني احط تحتيها خط. اعمل ايه؟ برضو نفس الكلام، اعمل ايه؟ الاي اليو اختصار كلمة underline. تمام. بنفس الكلام اهو cut، وهذه الجملة اللي انا عايز اشتغل عليها. فايل سيف ريفرش، هتلاحظ ان ويلكم ان اسوان تحتيها ايه؟ خط underline. كويس خالص. طيب الخط ده انا عايز اكبره، يعني اخلي الحجم الخط السايز بتاعه كبير، اغير لونه، اغير النوع بتاعه. طيب اعمل الكلام ده ازاي؟ اجي ادخل هنا واقول له هنا الامر فونت. الامر ايه؟ فونت اللي هو خط. تمام. لو انا عايز اغير نوعه يبقى هكتب كلمة فيس هتساوي نوع الخط. انا عندي اندلس، هخلي نوع الخط اندلسي. تمام. والكالر مثلا هخليه ايه؟ ريد احمر. والسايز هيساوي مثلا 50 واقفل. تمام. الفونت خلي بالك قفلة الفونت هنا صح. طيب الجملة اللي عليها التأثير اللي هي ويلكم، هروح اعمل ايه؟ هاجي كده انا فتحت الفونت وقفلت. ادي فتحة الفونت وادي غلق ايه؟ الفونت انا عايز اغير نوعه، ويبقى هكتب الامر فيس، وهكتب هنا نوع الخط اللي انا عايزه وليكن اندلس. هنا الكلر وهكتب بيساوي مثلا ريد، انت عايز تخلي بلو يلو براحتك بقى، جرين. تمام. السايز هنا بكتب السايز اللي انا عايزه وليكن مثلا 50. طبعا الجمله اللي انا عايز عليها التاثير اهي اللي هي ويلكم ان اسوان، احطها ما بين فتح وغلق مين؟ تاج الفونت بهذا الشكل اهو. تمام. طيب هعمل سيف فايل سيف واجي هنا اعمل ريفرش، هتلاحظوا ان ويلكم ان اسوان اتغيرت، بقت باللون الاحمر، السايز بتاعها بقى 50 والخط بقى اندلس. طب انا لو غيرت الخط وخليته مثلا بدل 50 خليته 20 وعملت سيف وعملت هنا ريفرش اهو،
تلاحظوا ان الخط ايه اصغر من الاول. طيب لو خلينا الكلر مثلا بلو، ازرق، فايل، سيف، اعمل ريفرش، هتلاحظ ان لون الخط اتغير وبيه ايه ازرق. تمام، ده لو انت عايز تغير في الخط. طيب ايه ممكن تأثيرات ممكن اعملها على الشغل بتاعي؟ مثلا انا عايز في البادي هنا اغير اتجاه الصفحة، اخليها من اليمين الى اليسار او من اليسار الى اليمين. طبعا من اليسار لليمين ده لو كنت انا هشتغل انجليش. طيب عايز اشتغل عربي هقول له غير اتجاه الصفحة من اليمين الى اليسار. طب ازاي اغير اتجاه الصفحة؟ اهو هنا في البادي بكتب كلمة دايركشن او داير بتساوي، انت عايز الصفحة مثلا هي من الشمال لليمين، دلوقتي عايز اخليها من اليمين الى اليسار، يبقى هقول له ايه ار تي ال. يعني ايه الكلام ده؟ ادي ار تي ال يعني right to left. تمام، هقول له فايل سيف ونشوف الصفحة هيحصل لها ايه. الكلمة ويلكم من أسوان جت ناحية اليمين، يعني معناها تغير اتجاه الصفحة إلى اليمين. طب عايز أرجعها من اليسار إلى اليمين، يبقى هقول له إيه left to right أهي left to right. تمام، يعني LTR. فايل سيف ونجي نعمل ريفرش أهو رجعت تاني من اليسار إلى اليمين. طيب خلاص كده غيرنا الدايركشن. طيب عايزين نغير لون خلفية الصفحة، يبقى هنقول له بي جي كلر بتساوي مثلا جرين. انا هغير لون خلفية الصفحة للون الاخضر. جميل، هقول له فايل سيف واجي هنا اعمل ريفرش، هتلاحظ لون خلفية الصفحة بيجي ايه باللون الاخضر. تمام، جرين. عايز تخليها مثلا باللون يلو الاصفر، فايل سيف ريفرش، هتلاحظ لون خلفية الصفحة بيجي باللون الايه اليلو او الاصفر. يبقى جوه البادي بغير الدايركشن وبغير كمان الباك جراوند كلر زي ما انا عايز. تمام. طيب في اللي هي باك جراوند بقى، مش بي جي كلر، الباك جراوند، باك جراوند. تمام، بتساوي هنا بحط يعني لو عايز اخلي الخلفية بتاعت الصفحة صورة. تمام، هنا بحط المسار بتاع الصورة بتاعتي. ماشي. طيب احنا مثلا هنشوف على الماي كمبيوتر مثلا، احنا عايزين صورة، المسار بتاع اي صورة يعني. تمام، طيب فين انا على بال ما اجيب لكم صورة. المهم هنا بنحط صورة كخلفية للصفحة بتاعتنا. لازم يبقى بس انت ايه حافظ مسار الصورة، وان شاء الله باذن الله المرة الجاية هنحاول نطبق الامر ده. بس انا حاليا دلوقتي ما عنديش صورة، فلغاية ما نظبطها بعدين. طيب ايه تاني ممكن ناخده؟ انا مثلا ويلكم ان اسوان دي انا عايز مسافات ما بين، او انا عايز انزل ويلكم دي مثلا سطر جديد. تمام، يعني كل كلمة في سطر. ازاي اعملها؟ ازاي اخلي ويلكم في سطر وان في سطر اسوان في سطر؟ لو انت عملتها كده، يعني مثلا قلت ويلكم وبعدين انتر وبعدين هنا ان وبعدين اسوان اهي انتر وقلت سيف وحاولت تعمل ريفرش، مش هيحصل حاجة. يبقى في امر بينزل سطر جديد. ايه هو الامر ده؟ بعد كلمة ويلكم اروح عامل بريك بي ار. تمام، لو عملت فايل سيف وعملت ريفرش نزل سطر جديد، صح؟ طيب بعد كلمة ان اعمل كمان ايه بريك. تمام، اقول له بي ار. جميل جدا، اعمل فايل سيف واعمل ريفرش، هتلاحظ
كل كلمة بقت في سطر. ليه؟ لأن أنا بعد كلمة ويلكم قلت له بي ار، يعني انزل سطر جديد. ان وبعديها بي ار، يبقى نزل سطر جديد، وهكذا. يبقى أنت البي ار بتساوي الانتر بالنسبة لك، تمام؟ يبقى كده أنت نزلت كل كلمة إيه في سطر. طيب لا، أنا عايز أشيل السطور دي، يبقى أنا هشيل البريك بعد كل إيه كلمة أهو. فايل سيف، اعمل ريفرش، هتلاحظ ان ايه الكلمة اتظبطت. ليه؟ لان انا شلت البريك ما بين كل ايه كلمة، اللي هو عايز انزل سطر جديد. طيب في حاجة مهمة جدا، يعني مثلا انا اكس رجعها تاني، هرجع الكلمة زي ما هي. طيب انا عايز اعمل مسافات ما بين الكلمات، يعني اعمل كده، بص، فايل سيف ريفرش، ما حصلش حاجة، ما عملش المسافات اللي انا عاملها هنا. طب المسافات دي اعملها ازاي؟ في امر اسمه اهو ان بي اس اس بي، تمام؟ وسيمي كولون، تمام؟ ادي الامر، علامة الاند دي، تمام؟ وان بي اس بي سبيس، يعني ازاي تعمل سبيس؟ طيب هعمل كده، هقول فايل سيف واقول له ريفرش، هتلاحظ ان في سبيس اهي ما بين ايه ويلكم وان، صح؟ طيب انا عايز اعمل سبيس تانية اهي، كنترول سي، وهنا كنترول في بعد الان اهو، فايل سيف ريفرش، هتلاحظ ان في سبيس ما بين ان واسوان. طب انا عايز اكبر السبيس دي، اعمل ايه؟ اخد الامر ده كوبي اهو، يبقى ده بيعمل ايه؟ مسافة ما بين الكلمات، كنترول في مسافة، كنترول في، ماشي؟ فايل سيف ريفرش اهو، هتلاحظ المسافة ايه؟ بقت اكبر، تمام؟ نفس المسافات دي انا عايزها بعد ان، نفس الكلام، كنترول في ومسافة وكنترول في، يبقى ده بيعمل ايه؟ بيعمل سبيس ما بين الكلمات اهو. ريفرش، هتلاحظ طبعا ان الكلمة اهي المسافة كبرت ما بين الكلمات. خلاص هرجع تاني، هشيل المسافات دي اهو، هشيل السبيس اهو، يبقى ده الامر ده بيعمل ايه؟ بيعمل سبيس ما بين الكلمات اهو. فايل سيف، اعمل ريفرش، هتلاحظ رجعت الكلمة زي الاول، وفي سبيس بسيطة ما بين ان واسوان. خلاص طيب جميل جدا، كده عرفنا ازاي نعمل سبيس ما بين الكلمات. ان شاء الله في الدرس القادم هنعرف ازاي نعمل ادراج لصورة داخل الصفحة بتاعتنا، تمام؟ وازاي نعمل هايبر لينك، يعني بقية الدروس بتاعتنا ان شاء الله بإذن الله. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.